سؤال: نحن اليوم ليش عم نعمل كل شيء عم نعمله؟ علاقاتنا، طموحاتنا، حتى المال. ببساطة لنحس أحسن مع حالنا ومع الحياة. بيقول ديفيد هاوكنز بأنه نحن إذا تأملنا شوي بحياتنا فرح نلاحظ بأنه نحن أخذنا أسلوب بقاء طويل للحماية، وهو التهرب من مخاوفنا الداخلية وإسقاط آمالنا على الخارج. والشيء اللي مفكرينه سعادة هو اللحظات اللي بنكون نجحنا بهذا الهروب من هي المخاوف. صرنا منخاف من مشاعرنا الداخلية لأنه بتحمل كمية كبيرة من السلبيات اللي إذا اطلعنا فيها بعمق منخاف نغرق فيها وتسيطر علينا. منخاف لأنه ما بنعرف نتعامل معها في حال سمحنا لها تظهر، ولأنه منخاف نواجه هي المشاعر فهي بتتراكم جواتنا لدرجة أنه حتى ممكن نتمنى الموت لننهي كل هذا الألم والخوف. هاوكنز بيأكد بأنه الأفكار بحد ذاتها ما لها مؤلمة ولا الحقائق، ولكن المشاعر اللي بتنتج عنهم أو المرتبطة فيهم أو الكامنة كطاقة خلفهم. فاللي بيسبب الأفكار السلبية هو الضغط المتراكم للمشاعر المكبوتة، هو الضغط 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 المتراكم للمشاعر السلبية المكبوتة. فماذا لو كان في طريقة لنتعامل مع مشاعرنا، بس قبل ما نتعرف على هي الطريقة اللي حتاخدنا لحرية داخلية ما رح تتخيلوها، خلينا نعرف نحن بالعادة شو بنعمل نوصف المشكلة لنحكي بالحل. بحسب دكتور ديفيد هاوكنز مشكلتنا إنه نحن مندير مشاعرنا بثلاث طرق. الأولى هي القمع أو الكبت، ما بنحب نزعج حالنا بمشاعرنا فبناخد قرار واعي بقمع المشاعر ليحدث الكبت باللاوعي. المشاعر المقموعة بقى تظهر على شكل مزاجية، توتر عام بالعضلات، مغص، قولون، آلام رقبة، ارتفاع ضغط الدم، وكثير من المشاكل الجسدية. بدل ما نعيش مشاعرنا ننكرها، فهذا الإنكار بيؤدي لإسقاطها على الخارج، نرميها على الناس، فبصير هذا الشعور بينتمي لإلهم، بيصيروا هن العدو اللي